السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ أحوالكم طيبة؟ اليوم فيديو خاص، فيديو فيه روتين ديال كيفية تنظيم الدرج ديال الأحذية، وأيضا غادي نشوفو بزاف ديال الحوايج، حيل وأفكار. أيضا غنشارك معكم خلطة اللي كنمسحو بها الخشب أولا الام دي اف، خلطة اللي كتخلي واحد اللمعة خاصة. وغنبداو مع هاد الخلطة بطبيعة الحال. كيف كتشوفوا غادي نحتاجو جوج ديال المكونات اللي هما رئيسيين، اللي هو فازلين وزيت جونسون. غناخدو نصف ملعقة صغيرة ديال فازلين، وغنزيدو عليها ملعقة صغيرة ديال زيت جونسون. طبعا فازلين اللي تكون جودة ونوعية جيدة، وجونسون تقدروا تستعملوا اي شكل كيعجبكم، سواء الخضراء اولا الغوز اولا الزرقاء، يعني اللي نتوما كترتاحوا فيها واللي كتبغيو الريحه ديالها. انا كنفضل الريحه ديال الخضراء، فيها واحد الريحه كتحسي بها طبيعيه وهادئه وزوينه. اذا هذا هو الدرج ديال الاحذيه. غادي نحاول انني نفرغه اولا من الاحذيه بطبيعه الحال. اللي غادي خصها تصبن غادي نصبنها، وغادي نشارك معكم طريقه تصبين الاحذيه في آلة الغسيل. واللي ما غاديش تصبن غادي نمسحها مسحات خفافين من الفوق فقط، وغادي نردها لبلاصتها. وقبل من هذا الشيء طبعا حتى نمسحوا البلاكار وننظفوه حتى هو، ونمسحوه من برا بهاد الخلطه هذه، وتشوفوا النتيجه بعينيكم. فغادي نمسحو اول حاجه من الداخل بواحد المنديل اللي غادي يكون مفزق شويه ومعصور مزيان، باش نحيد الغبره اللي كيخليو الصبابط فيه لداخل. ونحاول نمسحو بطريقه جيده حتى من برا ايضا. من بعد ديك الساعه نشفو، غناخد واحد الطوغشون اللي هو ناشف، وغادي نبدا نطبق هاد الخلطه هذه اللي عاد استعملت معكم دابا. صدقوني راه كتجي رائعه. ايضا المعروف هو ان الخشب اي حاجه مسحتي بها كيشدها، داكشي علاش كنستعملوا الزيت، لان الزيت ما كضرش الخشب وكتخلي له ديك اللمعه ديالو. اذا هذه وصفه اللي هي طبيعيه وجيده للخشب، وكتخليه دائما كيبري وكيعطي ديك اللمعه الخاصه به وكيبرزو اكثر. تنشوفوا معايا النتيجه كيفاش كتجي رائعه. كيبقى الخشب كيبري وكيعطي واحد البغيونس اللي هو زوين بزاف. هاد الوصفه تقدروا ديروها للام دي اف اللي كاين عندكم في الكوزينه، اولا عندكم بلاكارات في بيت النعاس، يعني اي بلاصه عندكم راه تقدروا تستعملوا هاد الخلطه هادي وتمسحوا بها، راه فعاله وزوينه. طبعا الام دي اف اللي ما مغلفش بالهاي كلوس هو اللي كنديروا له بحال هكا، سينو الهاي كلوس لا درنا له هادي غادي يولي كاملو مزيت ومعلك. اذا شوفوا معايا الطريقه اللي كنستعمل باش كنبغي نصبن هاد السبرديلات في الماكينه الصابون. اولا كنديرهم في ساشيات البنات. علاش كنديرهم في ساشيات؟ باش راكم عارفين الخبيط في الماكينه الصابون كيديروا الصداع. داكشي علاش انا كنديرهم في ساشيات باش ما يديروش الصداع وما يديروش داك الضجيج اللي غيكون في الماكينه الصابون. بالنسبه شنو كنستعمل؟ كندير مسحوق، وكندير معاه الليكيد ديال الغسيل حتى هو، وكنزيد لهم الخل راه كيحيد لهم لي بكتيري اللي فيهم وكيساعد المسحوق باش كيعطي فعاليه اكثر. صافي خدمت الماكينه على ديليكا وخليتها تخدم. من بعد كيف شفتوا بالنسبه حاشاكم بعد هادو الصبابط اولا السبرديلات اللي كيكونوا موسخين بزاف، فما تدخلهمش ماكينه الصابون، يقدروا يخسروها لكم. اولا غسلوهم مزيان من التحت، حيدوا لهم كاع داكشي اللي كيكون فيهم مثلا غيس ولا شي حاجه فيهم.
عاد من بعد دخلوهم ماكينة الصابون يتصبنوا. انا هذه كانت موسخه بزاف، داكشي علاش درت لها فضلت انني ما ندخلهاش لماكينة الصابون نغسلها بيدي. شوفوا معايا درت لها شويه من داك البرودوي ديال مستر بي وخليتها واحد شي شويه، ومن بعد عاد بديت كنغسل فيها في ديك السميله ديالها باش تحيد داك الوسخ اللي كان فيها. صافي من بعد غادي نغسلها حتى من الفوق مزيان وغادي نشللها وغادي نوريكم النتيجة. هي نتيجة صراحة فعالة بالنسبة للبنات اللي كيبغيو ديك السميلة كتكون بيضة وتبغيو تحافظوا عليها، تبقاو تستعملوا لي برودوي اللي كنستخدموا في المطبخ اولا في الحمامات، تبقاو ديروهم السميلات راه كيخرجوهم مزيان. هذه طريقة اللي هي زوينة ومجربة، جربتها بكاع لي برودوي، بهذا بداك البخاخ ديال ABC حتى هو كيخرجهم بواحد الطريقة رهيبة جدا. تاني حاجة غنشاركها معكم اولا تالت حاجة البنات غنشاركها معكم هو هاد لاشاس اعزكم الله. غالبا كنكونوا كنغسلوا وكنساو بان راه يمكن اننا نديمونطيو هاد اللعيبه هادي اللي كنجلسوا عليها باش اننا نشوفوا اشنو كاين تحت منها ونغسلوه. شوفوا معايا راه طبعا كل وحده والخصوصيه ديالها. انا بالنسبه لهادي راه عندها هاد الفلتاج من التحت كيتحل صافي وكتهز من الفوق ونقدروا اننا نغسلوا بلاصتها وطبيعه الحال غنلقاو بلاصتها. يا سلام. هادشي علاش كنقلب على ديك البلاصه الموسخه نغسلها. وكاينين اللي عندهم غير طريطيقات كيتطرطقوا كتحليهم بحال هكا وكتهزي هادو. المهم البنات راهم كيديمونطاو كيتحيدوا، يعني كل وحده والخصوصيه ديال لاشاس ديالها. يعني غير قلبوا في ديك البلاصه راه غادي تلقاو الحل ديالها. اللي عندها فحالي راه فيها فيلطاج، كاينين اللي عندهم دوك الطريطيقات كيتطرطقوا هكايا وكيتجبدوا. كل وحده وشنو عندها. صافي كيف شفتوا راه البلاصه كتبقى ديك البلاصه فيها شويه ديال الحموريه والكحوليه، يعني ضروري ما غادي يبقاو ترسبات تمايا. صافي انا درت البرودوي ديال مستر بي اولا تقدروا ديروا اي برودوي عندكم كيحيد هاد الترسبات هادو، وخليته واحد المده ديال التفاعل 10 دقائق تقريبا. وعاد جبت الجيكس وبديت كنحكم حيت ديك البلاصه فريمون كانت حالتها وكانت شاده بزاف ديال الكالكير. داكشي باش درت ليها الجيكس وحكيت به. كيف شفتوا راه ماشي بزاف غير شويه. وصافي كنكمل التنظيف ديال لاشاس كامله من الفوق حتى لتحت، كنغسلها وكنشللها. هذا البنات فاش كنبغيو نديرو التنظيف العميق ما فيها باس نحلو هذيك لاشاس نديمونطيوها ونغسلو مزيان، عاد نردو كل حاجه لبلاصتها. واللي ما كتعرفش كل حاجه فاش تبغي تحيدها تعقل مزيان على كيفاش حيدتها باش في الردان ما تجيها صعيبه. واخا ماشي شي حاجه اللي صعيبه راه سهله جدا. صافي هنايا فاش شللتها حتى هي غسلتها وغنرد كل حاجه لبلاصتها. غنردها بالطريقه باش حيدتها ونرد دوك الفلتاجات حتى هما. وصافي هذه هي النتيجه غادي تكون هو انني تهنيت على ديك البلاصه، عرفت شنو كاين تحت منها وغسلتها بجهوتي. صافي دابا غادي نحس براسي بانني مرتاحه. حنا العيالات هكا دايرين، كتكون شي بلاصه مخبيه كتقول كيفاش كتحل ديك البلاصه، خصني نحلها نشوف شنو كاين تحت منها نغسلو. رابع حاجة غنشاركها معكم البنات باش تخليو الريحة ديال الحمام ديالكم زوينة ومعطرة، ديما خدو نفس الشيء زيت جونسون وديروها في الداخل في داك البابي جينيك اللي كنستعملو في الحمام. داك الكارطون ديالو الدخلاني وزعوا فيه شوية ديال الزيت وخليوه راه كيبقى محافظ على ديك الريحة الزوينة وكيديفيزيها لنا في الحمام ديالنا. وصافي كملت السياقه ديال الحمام ديالي. الا كنتو باغيين تعرفوا اكثر على الروتين ديال الحمام راني حاطه فيديو خاص بكيفيه تنظيف الحمام دو ا زد. صافي حتى لافابو حتى هو غسلته، يعني غسلت كلشي مسحت المرايه وكانت هذه هي النتيجه. وصافي الماكينه الحادقه سالات التصبين ديالها. شوفوا معايا كاينين اللي خرجوا من الساشيات، دوك لي كبار خرجوا حيتاش ما مبقاوش متحكمين مزيان. شوفوا معايا البنات النتيجه كيفاش دايره، راه كيخرجوا كيشعلوا. داك الخل صراحه كيخلي واحد التفاعل زوين ما بين التيد وما بين التصبين.
كيصبنهم بواحد الطريقة اللي هو زوينة. يعني دائما نستعملوا خل التنظيف مع المسحوق ديال التنظيف. شوفوا خرجوا كيشعلوا. واخا هاد واحد جوجات راه خرجوا، هادي خرجات كاع من الساشيه حيت كبيره ما حكمتهاش الساشيه مزيان. وصافي هادي كانت هي النتيجه. من بعد انا غادي نردهم، غادي نديرهم في البالكون باش ينشفوا، ومن بعد نردهم لبلاصتهم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا ولو قليلا. خليوا لي تعاليقكم الزوينين، قولوا لي كيف جاكم لا فيديو، قولوا لي شنو باغيين مني ندير لكم في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. شكرا على المتابعه، شكرا على التشجيع. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.